وكيف هل يستطيع الساحر، طبعا أنا كل أسئلتي من واقع خبرتك. نعم. هل يستطيع الساحر معرفة أسرار الناس عن طريق الجن؟ أيوة نعم، هذا ساحر خطير، ومنهم أنا ثلاثة سابقا. إيش كنت بتعامل مع سحسهوبي يعمل بطريقته الخاصة. أتكلم مع قرينك، أنت عندك قرين وأنا عندي قرين، من الملائكة ومن الجن. يبقى أنا عشان أعرف أسرارك أنت، أنا بطريقة عادية لا أعرفها، بسأل سحسهوبي. الشفرة بحث سحسهوبي 4 أصابع هذه، بجيب الشفرة يقول يا أخي أنا داير الشخص ده داير تتكلم مع قرينه، يوريك الشخص ده منو المسائل زي دي. يبقى سحسهوبي يتصل بقرينك وبيسأله انتوا من وين، واسمه شنو، وابوه منو، امه منو، الى اخر. فده بيجي بيتكلم معي انه ده فلان كذا 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 كذا. انا اذكر لك الكلام ده، انت هتستغرب جدا جدا. اذا عرف السبب بطل العجب. انت هتستغرب وتتعجب من اني انا من اين له المعلومات. هنا في طريقتنا السابقه قبل ما انا اتوب من هذا السحر، ده معناه علم الغيب. الشيخ الفلاني بعلم الغيب، يعلم انك كذا وكذا وكذا، يوريك الكلام ده كله. لكن هذا دجل وشعوذه وكفر بالله، لان انا دفعت الثمن غالي لسحسهوبي، ثم سحسهوبي تكلم مع قرينك، وقرينك جاوب سحسهوبي ثاني رجع. وش الثمن اللي دفعته انت سحسهوبي علشان يعرف؟ اي شرط من الشروط السابقه اللي ذكرتها، اللي فيها شرك، اللي فيها ايوه فيها تعمل كذا تعمل كذا. يعني هم يعني السحرة لا يعلمون الغيب. لا يعلمون، والله لا يعلمون الغيب، والله لا يعلمون الغيب. هذا الدجل والكذب. طيب هل تستطيع انك انت تتعامل مع القرين من يعني مباشرة؟ ممكن مباشرة بين قريني انا وقرينك انت. ايه لا، الا بواسطة سحسهوبي. لا بواسطة، لانه لازم ادفع الثمن. وقرينك ما بيطلب مني انا ثمن، لا وما بخبرني انا ولا بخبر قريني، بس انا عمل الشفرة، ودي اقل من ثواني، يعني اقل من دقيقة انا بتصل بسحسهوبي، بتكلم معاه، بيقول صلي لي وسلم، وبيجي يتكلم معي، بيهجز الذبذبات اللي انت تسمع بها ما هتسمع. انت ما هتسمع وانا بسمع. يعني في ذبذبات تطلع منه هو لي انا في اذني، الذبذبات هذه محجوزه منك انت. انا اتكلم معه اي كلام دايره واتكلم، لكن احيانا انت هتسمع الكلام اللي انا بتكلم معه وهو يتكلم معي. مثلا مريض انسان مسحور بالسحر، وانا قريت القران مثلا، واستحضر الجن في هذا الانسان، بتسمع الصوت، تسمع كلام، يمكن صوت بتاع صغير راجل هو كبير، صوت بتاع كبير وهو صغير، والى اخره، صوت بتاع رجل هي امراه وامراه، كلام اللي بيحصل ده بتسمعه، لكن بطريقه سريه عشان انت ما تسمع، وانا اثبت لك انه انا ولي صالح من اولياء الله الصالحين، بعلم علم الغيب، الطريقه بتاعت القران. ايش يستفيد الجن من الساحر؟ يعني ليش الجن ال 286 وسحسهوبي لماذا يعني يخدمونك؟ يخدمون لي لانه انا خدمتهم. وش الخدمه؟ الشركات هذه خدمه لهم. ليش يستفيدون منها؟ والله ما اعرف انا بستفيد منها في شنو، هذه المعلومه انا ما اعرفها، لكن بيشرط عليك الشرط من الشروط الشراطه. انت الان انا طلبت منه شيء، يقول لي طبق الشرط الفلاني، هذا هو بيستفيد منه ايه؟ لا ما اخبر، ما بعرف، لكن انا اطبق ما عليه، بس انا اطبق الطلب مني، بعد ده انا خدمتي. ال 286 ايش الفرق بينهم؟ درجات. في عمل قوي جدا محتاج لعفريت، في عمل بطيء شويه محتاج لمارد. المارد طبعا اقل قوه من العفاريت. العفاريت اسرع واقوى، يعني العفريت هذا قوي جدا جدا. اذا كان انا داير السحر مظبط شديد لانسان ينضر شديد، بستخدم العفريت، واذا عادي ساكت مساله كده بس بستخدم يتواصلون معك باي لغه؟ بشفره. لا انت اذا يتكلموا معك تفهمهم باي لغه يتكلمون؟ العربيه؟ العربيه. يتكلمون باللغه العربيه. اللغه العربيه، بالانجليزيه، بالفرنساوي، كله موجود، كله موجود، بس اللغه اللي انت اللي بتشتغل بلهجتك نفسها، بلهجتك دي ذاتك، يشتغل معك بنفس اللهجه، بنفس اللهجه، بفهمك وتفهم، تسمع كلام عديد في اذانك كذا 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 بلغتك انت وفهمك، في اذنك اليسرى، هاي اليسرى ما اليمنى، دائما اليسرى. حتى الحاجات دي مثلا انا اجي ماشي على البير، اول حاجه بالرجل الشمال ثم اليمين، والحقيقه الاصليه في المساله شنو؟ انا ماشي في كف من عفريت، ما ماشي في القصبه. هذا العفريت يضع كفه هكذا
والقصبة هذه من فوق الكف وأنا أجي ماشي من فوق الكف. هذه المسألة اللي تسمع بها. الطيران والكلام الفاضي كله كف عفريت فقط.